اليوم قصتنا مع أيوب، الشاب اللي ضربته السيارة وهربت، خلاتو كيموس في وسط الشارع بعد ما خرج يفرح بفوز المغرب بكأس العالم، لكن الفرحة تحولت لحزن كبير وسط أسرته، خصوصا أن الجنات اللي كانوا أربعة بهم في السيارة خلاو السيد وهربوا ما قدموش ليه يد المساعدة. القصة حسب أصدقاء أيوب اللي تواصلوا معي بدات من اللي ربح المنتخب المغربي في كأس العالم للشباب. خرج أيوب بحال الجميع يحتفل في شوارع مدينة فاس، ومشى بتخوتينية الكهربائية ديالو، ومن اللي سالت الاحتفالات كان راجع في طريق صفرو في الساعات الاولى صباح الاثنين، وفي نفس الطريق غضربوا سياره كليو 4 كحله. وحسب الاصدقاء فالسياره ما وقفاتش وقدمت المساعده، بل فضل سائقها والراكبين معه انهم يهربوا ويخليو الشاب المسكين كيموت وسط الشارع. ولو انهم توقفوا وقدموا ليه مساعده واتصلوا بالاسعاف كانت الامور تقدر تاخذ منحى اخر ينقذ حياه ايوب. اليوم اصدقاء هذا الشاب وعائلته كيطالبوا بالعداله لايوب واعتقال الجنات، السائق اللي دهس الشاب وتسبب في وفاته وفر من عين المكان، والثلاثه اللي معاه لانهم ما قدموش هذه المساعده.